بصوا يا جدعان، انا شفت فيديو كده من كام يوم، كان في المدرجات بتاعت جمهور الوداد. عيل بسكليتة كده زملكاوي حب يطلع ياخد اللقطة، فالكابو بتاع المشجعين بتاع الوداد زقوا رجعوا لورا، فيما معناه يعني ان هو انت مالكش مكان هنا، مالكش مكان في الصف الاولاني، اللي هو انت يالا مركز رابع، ها انت حصلت مجموعتك، اقف ورا يالا. تمام. يجي بقى النهارده مشجع زملكاوي مصورين معاه وهو بيستقبل بعثة النادي الاهلي بالعلم بتاع الزمالك، وبيعمل شغل الأرجوزات ده اللي هو يعني ما تفهمش هو اصل هو ده من كسرته، يعني اللي هو فيه ده من كسرته هو، ان ده الراجل فقد الثقة في فرقته نفسها انها تاخد بطولة افريقيا، فشجع اي حد بقى بيلاعب النادي الاهلي، يعني اشجع اي حد المهم ان الاهلي ما ياخدش البطوله، فاهم؟ اللي انا 10 وهو 5، اللي انا 10 وهو 5، يعني انا في عالم تاني خالص، انا في عالم تاني خالص. بس هنقول ايه، هو ده وضعهم، هو ده هيفضل ده وضعهم، يعني بيشجع اي فرقه قصادك ليه؟ عشان انت ما تعلاش وما تعلاش وما تعلاش. بس احنا بفضل الله راجعين من المغرب بالبطولة، يعني هنرجع ان شاء الله بالكاس اللي ما عمرهمش رفعوه، يعني الكاس ده، الكاس اللي هو فيه الكرة من فوق ده، ها عمرهم ما شافوه، عمرهم ما رفعوه. اخر كاس خدوه كانت كورة كده ستانلس، و غالبا كان الاتحاد الافريقي كان مزنوق وكان جابه من العتبه يعني. ف الواحد ما بيلومش على جمهور الزمالك خالص، ما بتلومش، احنا ما بنلومش عليهم خالص، لان احنا عارفين ان هم بيشجعوا اي حد بيلاعب النادي الاهلي. بس ما تقطعش المسافه دي وتقول لك بقى ان انت جاي من المانيا عشان تشجع الوداد عشان يكسب الاهلي 4-0. يا عم كنت اقطعها لما الاهلي والزمالك لعبوا بعض وكنا على مسافه واحده واديتها لك وخدت البطوله، يعني دي كفايه، دي كفايه. انت المفروض اصلا ما تتكلمش في كوره تاني من بعد اليوم ده، اليوم اللي انت فيه، اللي انت نفسك كزملكاوي راهنت على تاريخ انا انك هتكسبني. فيلا الحمد لله، نستنى بقى جمهور الزمالك يشجع الوداد في الملعب ان شاء الله عشان يجلب عليهم الحظ.